طيب ننقل الكلمة للمهندس محي غريب. ايوه. اتفضل. مساء الخير عليكم. انا هتكلم عن الفساد والشفافيه. هل الصوت واصل؟ أي فندم. طيب. مساء الخير، انا محي الدين غريب من الدنمارك، مهندس وكاتب وعضو تكنوقراط مصر. عشان الوقت الضيق هتكلم باختصار طبعا، ولكن في المهندس فريد ممكن يساعدني في حط الملفات، الملف. أنا مش بالصدفة بتكلم عن الفساد. لحسن الحظ أنا في بلد اللي هي الدنمارك ترتيبها الأول في مكافحة أنا الفساد. مش بالصدفة بتكلم عن الفساد. لحسن الحظ أنا في بلد اللي هي الدنمارك ترتيبها الأول. أعمل إيه بقى في الصوت ده؟ سامعيني كده؟ أوكي. مش معناه مفيش فساد خالص يعني، ولكن لو بصينا في الجدول هنلاقي إنه معظم الوقت في ال 12 سنة اللي فاتت الدنمارك هي اللي واخدة الترتيب الأول. وزي ما بقول مش معناها طبعا في نسبة فساد، إنما فساد عبيط خالص بالنسبة للفساد بتاعنا. والمرة اللي لما يطلعوا التاني أو التالت بتبقى في حزن في الدولة كلها يعني. على أي الأحوال، هم معتمدين هنا على ان اللي بيسرق بيضة زي اللي بيسرق جمل. وانا عامل محاضرات كتير عن التجربة الدنماركية موجودة، وفي فيديو ممكن نبقى اللي عاوز كمان هم بيعتمدوا على انه الراشي والمرتشي هما الاثنين، يعني متهمين يعني. طيب، التعريف الرسمي للفساد هو إساءة استغلال السلطة المؤتمنة من الشعب من أجل المصلحة الشخصية. ده رسمي يعني. وتعريف الشفافية إن لازم المعلومات تبقى متوفرة وتبقى في تناول الجميع، يعني مفيش تعتيم ولا اختصار ولا تأجيل ولا تسريب، اللي هي الحاجات اللي موجودة. يعني مثلا القرارات بتاعت البرلمان لازم تطلع في نفس الوقت بشفافية، أسعار البورصة في الصحف لازم تطلع في نفس جلسات المحاكمات لازم تطلع، وهكذا. يعني ولازم تتنشر في نفس الوقت، يعني ما يبقاش في حد بيطلع له بتسرب له. يعني هي دي معنى الشفافية. وطبعا الفساد هو الشفافية مدخل خطير جدا للفساد. الفساد هو عقبة. لو بصينا في السلايد الأولاني، هو الفساد عقبة قدام الديمقراطية وسيادة القانون، بيستنزف طبعا الثروة الوطنية وبيفسد النسيج الاجتماعي للمجتمع. زي ما في الرسم البياني 2، صفحة 2. ممكن يا باشمهندس فريد في الباوربوينت صفحة سلايد 2، باشمهندس فريد صفحة 2. شكرا. زي ما باين انه في علاقة، تناسب عكسي مع رقي الدول ومع نصيب الفرد فيها من الناتج القومي. يعني نصيب الفرد بيقل كل ما زاد الفساد. في مصر السلايد الثالث للأسف متأخرة، كانت في المرتبة 41 في 1995، ودلوقتي في المرتبة 118 117 حاجة زي كده. ونقدر نقول ان هي زادت في الخمس سنين بالذات اللي فاتوا من 98 ل 118، وده بيعتبر ترتيب متدني في مكافحة الفساد، تقريبا ما بيكافحوش يعني. زي ما قلنا الفساد بيأثر على المجتمع، ممكن يكلف أرواح وحريات وصحة ومال، وكمان بيأثر بطرق مختلفة، فبيبقى فيه تأثير في السياسة وفي الاقتصاد وفي الاجتماع وفي البيئة. ففي السياسة مثلا الفساد عقبة رئيسية أمام الديمقراطية وسيادة القانون. كمان بيشكك في مصداقية الحكومة. احنا في سلايد نمرة 4 ممكن لو عملته، بشأن تنفيذ السياسات العامة بيبقى فيه تشكك يعني. طبعا الشك بيؤدي لعدم الثقة بين الشعب، وده بيقلل من هيبة الدولة والقانون والمؤسسات. الفساد كمان بيضعف جهود الإصلاح اللي هي بتحاول تنشر عدالة ومساواة. طبعا بيبقى كمان بيزعزع الاستقرار السياسي. حاجة مهمة كمان إن الناس الشريفة والأكفاء بتحبط، لأن الاختيار بيبقى لأهل الثقة مش لأهل الكفاءة.
يعني المناصب القيادية والمهمة بيسيطر عليها مجموعة فاسدة طبعا بتعمل المصائب وبيداروا على بعض طبعا. في النهاية الناس بتفقد الثقة في القضاء، وهي حالة اللامبالاة الموجودة في مصر يعني انعكاس للي بيحصل. من الناحية الاقتصادية طبعا برضو بيأثر طبيعي، زي ما قلت الفساد بيستنزف الثروة الوطنية، بيعوق النمو الاقتصادي وبيعرقل كل خطط التنمية القصيرة والطويلة، يعني بيلخبط النظام خالص، بيهدر موارد الدولة على أقل تقدير بيساء استغلالها يعني. طبعا الاستثمارات الوطنية والأجنبية بتهرب ليه؟ لأنه مفيش منافسة شريفة ولا عادلة، ومفيش شفافية، فطبعا مين يضحي. بيحصل فعلا استثمارات بقى بتيجي تستغل مصر استغلال زي سيمنز وغيرها، وعارفين ان هو في فساد وفي شفافية، فبيستغلوا ده وبياخدوا المكسب مقدما تقريبا كده. طبعا كمان بيبقى في خلل في عدالة التوزيع للدخول والموارد، يعني معنى ذلك الغني بيزيد والغنى والفقير بيزيد فقر يعني. كمان في الاقتصاد الدخل العام للدولة هيقل بسبب التحايل على القوانين، التهرب من دفع اللي هي المحسوبية، والفساد في دفع الضرائب والرسوم، دي برضو بتأثر. الفساد طبعا هيتدخل في تحديد الأولويات للمشاريع، بمعنى ان المشاريع اللي فيها مكسب اكتر، اللي بتجيب مصلحة شخصية اكتر، هتتحط في اول الاولويات، وبالتالي في قطاعات هامة زي الصحة والتعليم والخدمات مش هتستفيد طبعا من موارد الدولة بالطريقة دي. هتتحرم طبعا الرشاوي اللي بتدفع علشان التغاضي من المواصفات القياسية المطلوبة، طبعا بيأثر على مستوى الجودة بتاعت المشاريع، يعني معناها أعباء جديدة للتصليح والتلصيم والحاجات دي. فدي الحاجات اللي حتى الناحية الاجتماعية برضو زي ما قلنا الفساد بيفسد النسيج الاجتماعي، لأنه بيقلل الثقة في النظام وبينشر الشك ما بين الشعب. كمان بينشر روح الكراهية، لأن لما طبقات تتغني فجأة كده وطبقات تفضل مطحونة، طبعا دي برضو يعني ما فيش لا عدالة ولا مساواة ولا تكافؤ فرص، فده طبعا بيعمل كراهية برضو في كمان بيأثر على استقرار الأوضاع الأمنية والسلم الاجتماعي كتبعية يعني. كمان حتى البيئة ممكن تتدهور نتيجة إضافية كمان للفساد، لأنها هي بطريقة غير مباشرة طبعا، لأن الأولويات هتيجي للمشاريع اللي هي زي ما قلنا بتكسب، ومشاريع البيئة معروف إن هي طبعا مش هتكسب. حجم الفساد احنا في السلايد نمرة 11 يا باشمهندس، لو قدرت، اللي هي حجم الفساد نمرة 11. الرشاوي في العالم كله عملوا في تقرير حصل، ولقوا ان الرشاوي في العالم 2.5 تريليون دولار. 2.5 يعني قدامها 12 صفر، وده طلع ان هو يمثل 5% من الناتج المحلي العالمي. طبعا دي كمية فلوس يعني تعيش دول وتعيش يمكن نص قارة ولا حاجة. بالنسبة لمصر سلايد برضو 11، خسارتها من الاقتصاد في العملات والرشاوي وتجارة العملة وكل ده في عهد مبارك كان 850 مليار بس على مدى 30 سنة. أما بقى في عهد السيسي فوصل ل 1.2 تريليون جنيه في 8 سنين بس، وده طبعا يعني تفاقم. عشان نبقى متخيلين المليار جنيه بتكفي بتعمل حاجات كتيرة، تكفي لإنشاء 1000 مدرسة مثلا، تكفي لإنشاء 20 مستشفى، تكفي لإعالة 700,000 أسرة على المعاش. يعني المليار، فما بالك المليارات الكتيرة اللي ضاعت على البلد يعني. التهرب من الضرائب هو أكبر حاجة، دي سلايد نمرة 12. بيبقى طلع إن هو موجود بنسبة 35% في المحليات بسبب الصناديق السيادية، لأن الضرائب طبعا غير معلن عنها وما بيدفعوش ضرائب، فبيبقى أكتر حاجة
في المحليات هو التهرب. للأسف الفساد في مصر بقى عادي لدرجة اللي بيقبل رشوة في مصر، ودي إحصائية أنا حتى يعني حزنت عليها قوي لأنها موجودة في، لو تبص في سلايد 13 تلاقيها في جميع الأعمار وفي جميع الطبقات. نعم. يعني باشمهندس محي، اسمح لي، احنا عدد الشرائح هنا 23، فهل ممكن نختصر من فضلك عشان طيب احنا لا نجري ورا، ناقص لي كام دقيقة قولي لي. يعني لو دقيقة كمان نكون شاكرين. لا دقيقة، خليهم دقيقتين. طيب مكافحة على أي الأحوال، الشريط هيبقى أو الباوربوينت موجودة، اللي عاوز يبص في تفاصيل. أنا ناقص مكافحة الفساد في السلايد نمرة 14. يعني ليه طبعا وسائل كتيرة لمكافحته. أهم حاجة إن هو ما يتاخدش لا من منظور أخلاقي ولا منظور ديني، لأنه يعني لازم تاخد كثقافة قومية يعني. فنسبة الجرائم، الحاجة الكويسة قوي في مصر نسبة الجرائم الفساد اللي بيتم التقاضي فيها 70%. ده تعتبر أحسن من بلاد كتير. إنما للأسف لا يزال ترتيبنا مرتفع. معنى ذلك إن مع إن بتروح للقضاء 70%، إنما بتطلع كلها فشنك يعني. يعني معنى ذلك في القضاء برضو في فساد. الفلاح بيتضرر بسبب الفساد طبعا نتيجة احتكار الموردين. الحكومة بتشتري المحصول من الفلاحين بسعر أقل من السوق العالمية. الفلاح بيضطر يشتري الأسمدة والمبيدات والحاجات دي بالعملة الصعبة وبالأسعار العالمية، فطبعا ده بيتضرر من كده. الحصاد مضطر يعمل حصاد بآلات عتيقة قديمة، فده طبعا كمان بيعتمد على الأعمال اليدوية اللي هي تبقى نعم. عادة مرتفعة. العامل برضو كمان بيتضرر من الفساد، لأنه نتيجة إن هو محسوب على الطبقة المتوسطة بيتضرر، لأنه مش قادر، ما بيقدرش يدفع رشوة. فلما بيدفع رشوة يعني مصالحه بتتأخر، وكمان الضرائب بتزيد عليه. آخر حاجة تضرر رجال الأعمال بسبب الفساد. في اللي هو السلايد 19 بيقول، ودي حاجة خطيرة قوي، إن 41% من رجال الأعمال بيتضرروا من الفساد نتيجة المحسوبية والرشاوي، نتيجة إنه اللي هو مش عاوزين يدفع رشاوي، فطبعا اللي بيدفع رشاوي أكتر هو اللي اليابان على فكرة النسبة يعني في مصر 41% متضررين، في اليابان المتضرر 2% مثلا. الفساد الحكومي طبعا قلنا سبب رئيسي في انتشار الفساد هو الفساد، عدم الشفافية وعدم المحاسبة والحاجات دي يعني. أهم المعوقات في محاربة الفساد الحكومي تضارب المصالح وتدخل السياسي، تدخل المؤسسة العسكرية في الهيئات بجميع الطرق يعني. طبعا تضييق الحكومة على عمل منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان وحرية الإعلام. التضييق كمان ده بيخلي بتزود الفساد، أو ما بيبقاش فيه مكافحة يعني الفساد. نعم. آخر حاجة، ما فيش آخر حاجة، أقول لكم أنا متشكر لحسن سماعكم. شكرا ليك شكرا. باشمهندس محي غريب، والتعقيب للدكتور محمود. اتفضل دكتور محمود. أنا بس عايز أضيف حاجة صغيرة بالنسبة للشفافية. نعم. في أمريكا في هنا حاجة اسمها Public Information Act، يعني حق الشعب إنه يعرف أي قرار بيقوم به أي راجل إداري. من حق الفرد إنه يطلب إنه يعرفه بالتفصيل. تصور إن ده ممكن يحصل مع في مصر. قرارات بتتاخد، مثلا قرار كيف حولت مبنى المجمع لصندوق السيادي. عايز اعرف خلفيه الموضوع ده ايه. لو هنا في امريكا هيديك كل المعلومات اللي موجوده عنه. اي مذكره اتعملت، اي كلام اتقال بالتليفون مسجل غيره، لابد بيبقى موجود قدام. الشفافيه يعني هيبقى احد المطالب الاساسيه الحقيقه في المستقبل، موضوع الشفافيه، ان من حق الشعب ان يعلم ويطلب العلم. بالنسبه بقى للفساد، انت عندك فساد مؤسسي يعني باشمهندس محي.
بيبدأ من الرأس، وزي ما بيقولوا السمكة بتفسد من رأس.